يا بركة بسم الله. النهاردة كشف حساب بقى ايه بعد ما الواحد هدي من الصدمة بتاعت امبارح. لو انها ايه الحمد لله اللي ربنا نزل عليا السكينة. الحمد لله. قلت ايه قدر الله ما شاء فعل. احنا ايه ابتلينا. كان الراجل دوت والله كانت ماشية معاه. الراجل دوت كل البطولات اللي خدها دي كانت بايه، زي ما الشيخ طه قال لك اللعيبة هي اللي كانت ايه بتعمل حاجة. ما كانش اللعيبة عندك كويسة عمرنا ما كنا هنكسب بطولة مع الراجل ده. حتى جبنا له أحسن لعيبة موجودة في أفريقيا وفي دول تانية، برضو خربهم، دمرهم. تجيبوا لي لعيبة أنا بقى مش عارف إيه، وأنا بقى لا إيه، لا هعرف إن أنا إيه هدمر لكم كل حاجة بتجيبوها لي، وهدمر قفشة وهدمر الكندوسي ومشى شريف ومشى ديانج. كل دوت مش شايفينه. وهو راجل ماسك ورقة من أول لما جه، ولا عارفين هو بيكتب إيه، وتشوفه تقول ده عبقري. لكن للأسف أنا اللي كنت فاهمه من ساعتها. فهو ومجلس الإدارة ارتكبوا جرم السنة دي ما يتخيلوش بشر. بانسحابهم ماتش الزمالك اللي ما كانش ليه لازمة، راحوا مودين الأتوبيس على النادي بتاع مدينة نصر، وخسارة نص مليار جنيه. من زماننا كسبنا بيراميدز وكسبنا الزمالك، لكن الإدارة اشتركت في تدمير النادي وتدمير أعصابنا وصحتنا. الإدارة اللي جابت اللعيبة وجابت الصفقات وجابت جدشار وجابت وسام وجابت بن شرقي، احنا كنا فرحانين باللي عملوه. لكن دمروا كل حاجة مع الراجل ده. وتدميرهم الأكتر اللي هم صبروا على الراجل ده من أول السوبر اللي خسرناه مع اتحاد العاصمة بتاع الجزائر. اليوم الكارثة من اليوم ده. شوف سوبر الزمالك، شوف خسرنا كام سوبر. المهم النبادي دوت الخسارة بتاعت ماتش سان داونز ده فوق ال10 مليون دولار. خسارة 4 مليون دولار في البطولة، وكاس الكونتيننتال من 4 ل6 مليون. شوفوا يعملوا ايه، شوفوا يعملوا ايه الخسائر اللي خسرناها. والخسارة الأكبر اللي احنا كنا عايزين نحقق رقم تاريخي، رقم تاريخي. كان الراجل ده دمرنا وأذانا أذى صعب السنة دي. أذانا أذى صعب. كنت والله لما بيبقى واقف على الخط ما ببص له. والله لما تيجي الكاميرا عليه أقوم بدي وشي الناحية التانية عشان ما ارتكبش ذنوب فيه. يعني الإدارة والمدرب دمرونا السنة دي. وإلى اللقاء عشان الفجر قرب جدا. إلى اللقاء.